السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا رب تكونوا بألف ألف خير وإنتوا عم تشاهدوا هذا الفيديو. عن جد كتير اشتقت لكم وبتمنى كمان إنتوا تكونوا اشتقتوا لي كتير كتير مثل ما أنا اشتقت لكم. اليوم رح نعمل مع بعض أكلة هيك خفيفة نظيفة لذيذة وبهالبردات كتير مناسبة. طبعا رح نعمل مع بعض اليوم دونات، والمكونات يلي أنا ضفتها كلياتها رح أحط لكم إياها بصندوق الوصف، وتابعوا معي الفيديو لتشوفوا شلون طلعت بالآخر. أكيد مثل أي عجينة ضفت المكونات مع بعضها وبلشت بعدين أعجنها أول بأول لحتى لمت وتماسكت وصارت بهذا الشكل. طبعا بالدوناتس أنا حسيت إنه التخمير هو أهم شغلة فيها، عن جد لازم نتركها تخمر وتاخد راحتها قد ما فينا. فأنا تركتها بأول مرحلة تقريبا ساعة ونص، ولما قطعتها ورجعت تركتها كمان تركتها ساعة ونص. يعني بدها صبر كتير، بس معلش بالنهاية يعني الصبر مفتاح الفرج، رح تطلع نتيجة كتير تعجبكم. وهون مثل ما تكونوا شايفين بلشت أقطعها دوائر. هلا أنا الصراحة رقيت العجينة شوي زيادة، يعني إذا بتحبوا إنه هيك تنفخ وتطلع منفوشة أكتر خلوا العجينة شوي أسمك. أنا في منهم عملتهم أسمك شوي، هلا بتشوفوا شلون طلعوا كشكل أحلى، بس كطعمة نفس الشي، وطلعت بتجنن ومليانة هوا وما بتفرق شي عن بعضها. هنا اجوا ولادي ليساعدوني وشوفوا ابني يلا بضمير نازل بس للأمانة يلي قطعهم ابني طلعوا أزبط، يعني انشالوا معي بسهولة ما عذبوني، لأنه هو مثل ما انكم شايفين نزل فيهم بضمير بقلبه رب. الله يحميهم يا رب. عن جد الولاد لما يفوتوا يساعدونا بهي الأمور بتحسوا إنه هن عم ياكلوها بيستمتعوا فيها أكتر، إنه ماما نحن عملناها معاك ساعدناكي فيها، يعني قد ما كانت المساعدة بسيطة معلش بيحسوا بهذا الشي، هن بينبسطوا كتير. شايفين؟ وهيك غطيتهم وكمان خمرتهم ساعة ونص. هلا شوفوا هدول اللي بالنص اللي عم قلكن قطعتهم اسمك شوي، عن جد يعني كانوا شكلهم احلى بالقلي. شايفين حتى الصغار قطعت لهم اياهم نفس الدونت الكبيرة، كمان هيك طلعوا شكلهم حلو وظراف، انه هيك بيتاكلوا بلقمة واحدة على السريع، ما بيلبكوا ابدا بالاكل، لا تهكلوا هم الاكل ابدا. بتمنى عن جد تجربوها وهيك تكتبوا لي تعليقات حلوة وتدعوا لي كمان. أنا مثل ما شايفين اختبرت الزيت بالأول وبعدين بلشت. الزيت لازم يكون غزير ونظيف، طبعا هي المعلومة كلياتكم بتعرفوها. هلأ كمان جاي شهر رمضان، إن شاء الله كل عام وأنتوا بألف خير يا رب. بتعرفوا برمضان لازم الحلو وهالأكلات هي ضرورية، فبدنا هيك وصفات تكون سريعة ولذيذة. إذا بتحبوا كمان هيك تكتبوا لي بالتعليقات وتذكروني بوصفات خرج نعملها برمضان إن شاء الله، بركي هيك بستعيد حيويتي على تعليقاتكم الحلوة ومننزل فيديوهات جديدة بإذن الله. شايفين العجينة قديشها طرية وهشة وكلها هيك منفوشة وعن جد بتجنن. للتزيين استعملت هي الشوكولا الخام، مثل ما شايفين حطيت لها شوية زبدة وحليب لحتى لما ينشف الوش ما يتكسر معي. يعني أنا إذا دوبتها مثل ما هي ولكيتهم فيها لما ينشف الوش حيتكسر، أما هيك لا، بينشف وبنفس الوقت بتضل طرية الشوكولا، لما تعضوها بتضل متماسكة ما بتكسر معاكم. طبعا انتو فيكن تزينوها بأي شي عندكم، يعني المتوفر واللي انتو بتحبوه. أنا كان عندي سكر بودرة وكان عندي شوكولا زينتها بهذا الشكل، بس كمان فيكن إذا عندكم سكر ملون جوز هند أي شي يلي انتو بتحبوه. وهي عن جد شلون ما انعملت رح تطلع كتير طيبة، بس أنا بفضلها بالشوكولا يعني التقليدية، الدونتس التقليدية اللي هي بس شوكولا. شايفين هدول الصغار شو كيوت، عن جد طلعوا كتير حلوين. إذا جاية كمان لعندكم حدا فيكن هيك تضيفوهم منها، يعني عن جد بتبيض الوجه. ولهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. حاولت ما يكون طويل وما تملوا منه، مثل ما شايفين الشوكولا مثل ما قلت لكم ما عم تتكسر لأنه حطينا زبدة وحليب. بتمنى يكون عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.